سلام حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع اليوم. كي راكم مع رمضان خواتاتي؟ بانت لي سنه فات لينا رمضان يجري بالخف، رانا في 10 ايام كيما احنا صمنا نهار قبلكم، رانا في 10 ايام فات يجري خواتاتي. جمعة مباركة عليكم يا رب العالمين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اللي انضموا جدد عندي للقناة نقول لكم مرحبا بكم عندي، وان شاء الله المحتوى يكون نال اعجابكم. كما شفتوا هنا في بداية الفيديو كنت هنا مع الصباح، خرجت خواتاتي، كان الحليب تاع ولدي قريب يكمل لي والزوج ما كانش غادي يخرج بكري من الخدمه. ايا قلت نروح نشتي له. وضربت هكا دوره في اوشن خواتاتي، كاع ضربت دوره وصورت لكم هكا مقتطفات، ورحت شريت الصوالح اللي كانوا خاصيني. ما كانش خاصيني صوالح بزاف، زدت غير باكيه فرينه خواتاتي، كانت عندي زدت غير وحده فات فيا خرجت. وكما قلت لكم البارح هذيك التحليه اللي درتها كانت خاصتني شوكولا تختيني ولا شوكولا عاديه، يعني نبغي شوكولا تختيني تجيني بنينه. يا شيت وحده هذا ما كان ودخلت للدار. كما شفتوا هنا حاطين صوالح تاع العيد كيما لي سيرفيات، ميم هادو لي بلاطو. شوفوا خواتاتي تاع جوطابل هكا اللي عندهم لمن يمدوا للناس وكاع هكا يعطوهم في بلاطو جوطابل خير. شوفوا شابين بزاف ومشي كبار بزاف ومشي صغار، على ما عجبوني كيما شفتوهم. ضربت هكا جولة تاع الماعين، نبغي كاع من نروح نبغي كاع نشوف شا جابوا جديد وشا ما جابوش. مام هنا عندهم هم جايبين صوالح تاع لي زانيفرسير عجبوني، ما كانوش جايبين كاع هكا صوالح بزاف، هذه المره عجبوني. هذه هي خواتاتي. قعدت واحد الساعه هكا ولا ساعه ونص برا ودخلت، ما طولتش بزاف. مع الصباح هكا كانت هذيك النسمه نقيه وكاع علامه خواتاتي عجبتني، رحت تمشيت فيها ولا اروح. ايا ودخلت ريحت شويه وكاع. ايا من بعد نط ندير الفطور. شوفوا اليوم الفطور درت حاجه خفيفه كيما المرقه وكاع ما ولاش تنتكل. ايا درت حاجه خفيفه خواتاتي، درت اللوبيا صوتي. انا الزوج يبغيها. درتها هكا، حمرت معها فخذ تاع دجاج، حمرت غير فخذ، انا مانيش ناكل الدجاج خواتاتي. ملي دخل رمضان مازال ما كليتاش، ماش تطلع لي كامل عليه. درت لها غير هو قده واحد قده كيما راكم تشوفوا. ما بغيتش ندير زوج، قلت علاه يقعدوا خساره باطل. درت هذيك لا ماريناد، الملح الفلفل الكحل السكنجبير الكركم، توابل تاع الدجاج الا عندكم، الفلفله حمراء. ديروا شويه طماطم مصبره خواتاتي تعطيكم تحميره بزاف شابه. قد 2 مغارف تاع الزيت، عصره تاع الليمون، ديروا شويه تاع الزعتر اللي كان عندكم. هادو هما التوابل اللي درتهم انايا. والثوم، عفوا الثوم نسيته، درت سنه كبيره تاع ثوم، ولكن عندكم صغير ديروا 2 سنات مرابين. هادو هما وخليتها يتمارينا. وهنا كانت عندي هذيك اللوبيا تاع العلب، جبدتها شليتها مليح خواتاتي، درت فيها تاني سنه كبيره تاع الثوم، رابيتها فيها وحميت المقله، درت فيها شويه تاع الزبده وشويه تاع الزيت ودرتها تقلع لي في المقله. كما شفتوا هكا تجي مصوتيه تجي شابه خواتاتي. درت فيها الملح وفلفل الكحل والكمون خواتاتي وورقه تاع الرند، جات بزاف بنينه. وهذاك الدجاج كنت درته في الاير فراير خواتاتي، حمرته. وشفتوا هذيك من حمر الدجاج يهود هذاك الزيت تاعها ولا هذيك لاصوص تاعها من تحت. عيا زدت من هكا تقريبا كانت بغيت طيب لي هذه اللوبيا، عيا رحت درت هذيك لاصوص هذاك الزيت اللي يهود لي من هذاك الدجاج، درته في هذيك اللوبيا باش يعطيني هكا بنه شابه. شوفوا جات بزاف بنينه. قليتها وخليتها على جهاز التقليد تاني هكا لي فريت اوندي. واليوم انا درت البرقوق خواتاتي، كان كمل لي، انا ما يشدليش بزاف، يشد لي ماكسيموم 3 شهور ولا 4 شهور، هذا ما كان ما يشدليش بزاف. تما هنايا درت كميه هكا تاني تاع 3 ايام ولا كما شفتوا. طيبتها وزدت عليها شويه تاع المزهر وشويه تاع لافاني، جا بزاف بنين تاني. وخليتها على جهه، ما كانش عندي طياب بزاف، كان درت غير هذيك لوبيا صوتي ودرت الحلو خواتاتي. الحريره كانت عندي ما درتش. ايا ورحت نعجن المطلوع، جا في خاطري المطلوع، قلت لزوجي ما تجيش تشري لي الخبز من برا، خليني نعجن وحدي احسن خواتاتي، هكا تاكلوه بنته خير ملي نشروه من برا. ايا درت هنايا كميه تاع الفرينه، درت مغرف كبيره تاع الخميره، مغرف كبيره تاع السكر، درت نص مغرف تاع الملح، ودرت شويه تاع السانو. تشوفوا جا واحد المطلوع ولا اروع خواتاتي، دوك تشوفوا في الفيديو.
شوفوا هنا المضلوع تاعكم باش يجيكم شباب، جروه خواتاتي، ما ديروهش يابس باش هكا يجيكم فشفش ويجيكم شباب. هنا جبت الماء يكون دافي وبديت نخلط فيه. وشوفوا عجنوا هكا في الوسع خواتاتي، ماشي حتى دقيقه تاليه باش تخسروا له الخمور شعال من الخضره. راكم فاهمين، كل ما تخسروا له الخمور كل ما يجيكم تحسوه مثقب من داخل. هذه هي ضفت الماء بالتدريج. شوفوا هنايا تحسوها باللي لاباط خفيفه في يديكم تتلصق كيما راكم تشوفوا فيها. خبطتها هكا واحد 3 خبطات ولا 4، ما نعجنوش انا كامل خواتاتي، ما نعجنوش بزاف، غير خبطته وهكا شويه. ومن بعد درت هكا شويه زيت في يدي قد مغرف كبيره ولا 2 مغارف، باش هذاك العجين ما يقعدش حاصل لي في يدي. ايا وغطيته بالسيلوفان وخليته ضاعف لي الحجم تاعه. ودي غازيته خواتاتي. شوفوا هنا شاركت معكم كاع المراحل، مرحله ما لاخرتش. وريتكم كي ضربته غير شويه، شتو مشي بزاف. وخليته يخمر للوله خواتاتي. قلت لكم هذا هو السر باش المطلوع يجيكم مهوي من داخل، ما يجيكمش مكدس وما يجيكمش كيما نقولوا حنايا معجن من داخل ومشي شباب، يجيكم متقيل. هذه هي. شوفوا هنا بعد ما ضاعفت لي الحجم تاع هذه المره الاولى، بديت ان ديغازيتها كيما راكم تشوفوا، تحسوها بلي دارت خيوط خيوط. هذيك لاباط تاعكم من تكون هكا خفيفه تكون طريه جاريه، ما تكونش يابسه. هذا هو السر تاعه باش يجيكم مشباب. كيما شفتوا ديغازيتها هكا، درتها واحد 2 خبطات ولا 3، ديغازيتها وعاود تاني غطيتها وخليتها تخمر لي للمره الثانيه خواتاتي. ونعاود تاني نديغازيها. شوفوا تاني هنا تحسوا هكا النبابل راهي دايرتهم هذيك العجينه تاعكم. نديغازيها تاني خواتاتي ونعاود نديرها تخمر. صاي هذا الخمور التالي كي تعاود تخمر لي خواتاتي وتضاعف لي الحجم تاعها. صاي كيما نقولوا حنايا نبيزها ونديرها في السميد وصاي. هذه هي خواتاتي. شوفوا يجي ولا اروع، غير جربوه بهذه الطريقه، على بالي بلي غادي ينجح معاكم، خاصه المبتدئات خواتاتي اللي زعما هكا مبتدئه لي جامي دارته. نقولها ديري هذه الطريقه، على بالي بلي غادي ينجح معاك. شوفوا هنا شمختي يدي غير بشويه تاع الماء، ولا هكا اللي تكون مبتدئه دير شويه تاع زيت في يديها باش ما يقعدش يسق معاها. ايا وقرصته ودرته في السميد يكون رقيق. هذه هي خواتاتي. انا جاوني 2 خبز، عفوا صراحه كنا غير خبزه وبقات لنا خبزه. الخبز ما راش يتمشى بزاف خواتاتي، على ديك قلت لها ما تشتيش، هو كي يشتي كميه كبيره وراه يقعد لي يبس لي باطل. ايا قلت لها ما كان له تشري. هذه هي. شوفوا درت 2 خبز. وشوفوا هذا المطلوع زعما ميم كي يصبح تقدروا تحموه وتاكلوه، ماشي كيما الخبز تاع برا شفتوا كي يولي. وهنايا باش ما يخسر لكمش الخمور تاع المطلوع تاعكم، ديروه على البابي كويسون خواتاتي باش ترفدوه بيه بالبابي كويسون، تحطوه فوق الطاجين. انا هذه هي الطريقه اللي نديرها. انا الصراحه ما من نرفده كيما هكا بيدي، الشكل تاعو يخسر لي وديك الخمر تاعو يروح وما يجيكمش شباب. شوفوا من احسن طريقه اللي درتها في بابي كويسون. شوفوا هكا ترفدوه اليز ما يغبنكمش كامل. كيما شفتوا هنايا رمتهم ودرتهم في البابي كويسون. هيا وخبزته عادي خواتاتي. وهنايا من ترمدوه بالسميد يجيكم بنين احسن خير من ترمدوه في الفرينه. ودرت هنايا خبزتهم ودرت الطاجين تاعي يسخن لي. شوفوا بالخف يخمر. شوفوا المطلوع تاعكم ما تخلوهش حتى يخمر يضاعف الحجم تاعو بزاف من تخبزوه. مين يبدا يطلع لكم روحوا ديروه يطيب على الطاجين يكون مسخن، خاطر كي تحطوه فوق الطاجين يزيد يخمر خواتاتي. هذه هي وهذا هو. انا بخف زعما خمر لي خطر عندي الحمام في الدار، غير خبزته بالخف ومباشره رحت درت الطاجين يسخن لي. هذه هي. خليته شويه حوالي 5 دقائق ولا هكا. قد ما شفتها بدا لها الخمور ورحت بديت نطيب فيه. نحطه كيما راه بالبابي كويسون تاعه. فهمتوا خواتاتي هكا باش ما الخمور تاعو ما يضيع لكمش. هذه هي. وهنايا راني نخبز وولدي كان داير لي حاله بالك راكم تشوفوا راني دايرتها في لابوسيت، هو يبكي وانا تعرفوا ولا الراي تالف لي مني، تعرف روحي كاع ندير. نتا بغيت نحبس التصوير، قلت ما نصور ما والو. من بعد قلت لا صايفت فيا، بديت نكمل تصوير وصاي. هذه هي خواتاتي. شوفوا هنايا حطيتها بالبابي كويسون ومن بعد كي
ومن بعد كي قلعت بابي كويسو عادي وخليته يحمر. شوفوا كي دا ديك التحميره شابه. تشوفوا جا هشيش وخواتاتي جا مقطن وخفيف ريشه، تحسبوا روحكم راكم رافدين ريشه وصاي. دوك شوفوا نقسم معكم وحده هكا باش تشوفوها كي جا من داخل، قسمتهم معكم في زوج باش تشوفوهم. شوفوا جا ولا اروع، بزاف خفيف مهوي كما راكم تشوفوا فيه. على بالي باللي عجبكم. تبعوا الطريقه غادي ينجح معكم من اول تجربه. هذه هي خواتاتي، هذا هو المطلوع تاعي بعد ما وجد. قلت لكم خفيف ظريف، ما يشدش الوقت، بالخوف يخمر كما شفتوا، ما الطياب تاعو بالخوف يطيب ما يشدش الوقت. هذه هي، وتاكلوا حاجه بنينه خدمتوها بيديكم كما نقولوا. و وكم وتجيب بنتها خواتاتي ماشي كيما نشروه من برا. انا خطره والله العظيم لا جاب لي هنايا في فرنسا، جاب لي واحد المطلوع يا خواتاتي تحسبوه خضر، والله ما مطيبينها مليح، ورقيق رقيق رقيق ما كان حاله خواتاتي حاشا نعمه ربي. قلت له من هذه الخطره ما تجيش تجيب لي هكا صح الخبز تاع عادي تجيبه لي بصح هكا باش لي مطلوع من برا ولا لا ما تشتريليش، خليني انا ندير وحدي. هذه هي خواتاتي، هنا قطعته معكم ودرتها هكا في السله. وخطره اللي فاتت الفيديو السابق كنت شاركت معكم الوصفه تاع التحليه خواتاتي، جات بزاف بنينه. وبقات درت انا كيما شفتوا زوج تاع لي فيغين، وبقات لي هذيك لابواط تاني كنت شاركتها معكم. الكريمه اللي بقات لي درتها في لابواط كيما شفتوا. واليوم كي شيت شوكولا تارتيني كيما شفتوا درت، قلت نجبدها نديرها. درت زوج مغارف تاع الشوكولا تارتيني صغار معمرين مليح، درت شويه تاع الحليب هكا باش تخفف لي، درتهم في الميكرووند تفاولي ما تلهاوش عليهم خاطر الشوكولا تارتيني تنحرق لكم بالخف. شوفوا غير هكا بالخف درتها غير قد ما تفاتلي. هذه هي خواتاتي كيما شفتوا قلت لكم. حميتها غير شويه ودرتها فوق هذيك لا كريم تاعنا اللي كنت دايره طبقه تاع البسكويت، طبقه تاع البنان، وطبقه تاع لا كريم. شوفوا جات واحد البنه، هذيك الشوكولا تاني زدتها بنه على بنه، درت لها تزيين بسيط تاني. كانت باقيت لي شويه تاع لا كريم درتها ديروها في بوش ولا في ساشي كونجيلاسيون ولا، وديروا هكا خطوط تجيكم كيما تاع الملفاي خواتاتي. جيبوا كيردون وديروا بيه خطوط تاع الملفاي. شوفوا جات تزين بزاف شباب، وجات بنينه 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 ما تشبعوش منها. قلت حتى نعاود نديرها تاني باسكو نتكلت خواتاتي غير من الفلون اللي كي نديره يقعد لي في الفريجيدير باطل، بصح وليت كي ندير هاد التحليات ولاو ينتكلوا ما شاء الله. هذه هي خواتاتي، وفي الجوانب درت لها شويه تاع قفرات يكون مرحي، ولا ديروا هكا وكاو مرحي ولا لوس افيدي ولا يبقى لكم الاختيار. شوفوا جات ولا اروح في البنه. اذا بغيتوا الوصفه راهي في الفيديو السابق، على بالي بلي غادي تنال اعجابكم. هذه هي خواتاتي، كان هذا هو روتين تاعي بسيط جدا كما شفتوا. طاوله تاني درتها بسيطه جدا. درت سلطه سامبل خواتاتي، ربيت معها غير شويه تاع زروديه هذا ما كان، وكانت عندي الفلفله، كانت باقيت لي شويه الكبده تاع الدجاج. وهذه هي، والحمد لله على نعمه الله. قلت لكم مانيش نبغي نكثر الماكله بزاف، راهي تقعد لي باطل خواتاتي. كما شفتوا دريامات الفريجيدير يكون معمر وكاع ما تصيبوش حتى وين تحطوا. هذه هي خواتاتي، من الاحسن ديروا الكميه اللي قد ما تاكلوا وما تنوعوش بزاف باش هكا تتمشى لكم الماكله. حطيت هذاك الحلو اللي درته الفلفله، قريت البوراك تاني، البوراك مانيش نقلي بزاف. هذيك الكبده تاع الدجاج قلت لكم. وهذيك اللوبيا صوتي اللي درتها معاكم خواتاتي جات بزاف بنينه. كان هذا هو فيديو تاعي، خفيف ظريف كما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله نال اعجابكم، وان شاء الله تكونوا استفديتوا من الوصفات اللي شاركتهم معكم خواتاتي. وصفات كما شفتوها بسيطه جدا، ومن طاوله خواتاتي بسيطه عاديه خواتاتي، ما فيها حتى حاجه اللي مكلفه. كما شفتوا ما راناش ناكلوا بزاف على هذيك الواحد ما يبذرش. هذه هي خواتاتي، واللي دخلت جديده عندي للقناه نقولها ديري ابوني وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. ان شاء الله كل يوم نشارك معكم فيديو وافكار ووصفات جديده. تهلاو لي في رواحكم خواتاتي، في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوليش لي جيم خواتاتي باش هكا الفيديو ياخذ حقه في المشاهده. ديروا لي جيم. مع السلامه.